ما نتكلموا على اللقاح الصيني، اجيو نفهموا بعدا شنو هو هذا اللقاح، شنو باغيين يدقوا لينا هاد الناس، هاد الشوكه اللي ناويين يدقوها فينا ديالاش، وهذاك السائل اللي فيها شنو هو، واش ضمننا هذاك السائل امن. اسئلتكم اكيد كلها اسئله مشروعه. اللقاح هو واحد الدواء مستحضر بيولوجي كيدقوه ليك باش الجسم ديالك يكون واقف لاي فيروس ناوي يهجم عليه، يعني الجسم ديالك يكون غاردافو. اكيد كتفرجوا في الافلام التاريخيه، عرفتوا الجسم ديالنا كيفاش داير بحال واحد القلعه، جايين جيوش من الاعداء ناويين يهجموا عليها. اذا كانت هاد القلعه ما عندها حراس، ما عندها سلاح، ما عندهاش اللي دافع عليها، اكيد هاد القلعه غادي تريب وغادي تهدم وغادي يستعمروها الاعداء، والعكس صحيح. دابا هاد اللقاح كيعطيك القوه والمناعه تجاه وباء كورونا، بمعنى حتى إلا لا قدر الله هجم عليك هاد الوباء والفيروس ديال كوفيد 19 ما عنده ما يصور منك، حيت الجسم ديالك غادي يكون موجد ليه السلاح والعتاد بلغة الحرب، وغادي يغلبوا. نمشيو دابا للقاح الصيني بالضبط، وعلاش خلق هذا الرعب وهذا التشكيك كله. كنظن انه هذا الشيء كيرجع للعقليه والنفسيه ديالنا كمغاربه، اللي كتربط اي حاجه جايه من الشينوا. يعني في المخيال ما نقولش ما نعممش على المغاربه كاملين، ولكن بزاف منا كيعتبروا اي حاجه جايه من الشينوا سي ضرب عمر، سي جوطيه، سي السلعه الرخيصه، سي اي حاجه ما عندها جوده. هادشي نقدروا نتفهموا، ولكن اذا قلت لكم باللي المغرب ما غاديش يغامر بشعب باكمله غير باش يدير خاطر الشينوا، واذا قلت لكم باللي صاحب الجلاله الملك محمد السادس يتابع شخصيا بشكل دقيق كل صغيره وكبيره تتعلق بهذا اللقاح، واذا قلت لكم باللي اللجنه العلميه اللي وافقات على هذا اللقاح هذا تتضمن خبراء من الخيرة ديال العلماء والكفاءات الكبيرة اللي عندها واحد المستوى عالي وعالمي، هاد اللجنة العلمية ماشي غير جات وافقت على هاد اللقاح وقدمت رأيها الاستشاري بخصوصه لمن الأعلى سلطة في البلاد. عرفتيو مني تنقولوا أعلى سلطة في البلاد لجلالة الملك، ومني جلالة الملك كيعطي قرار سيادي باش يتلقحوا المغاربة راه ما بقى ما يتقال. اكيد يعني لا كاع نفترضوا سوء النيه فيهم هما، واش غادي نفترضوا شي حاجه يعني في قرار سيادي ديال صاحب الجلاله؟ ما الا نفترضوا حسن النيه. يعني اكيد صاحب الجلاله ما غاديش يبغي المضره للشعب ديالو، اكيد بالعربيه تاع ربط هادشي ما فيهش اللعب ابدا. الله يخليكم حيدوا من بالكم الشك ونظريه المؤامره، توكلوا على الله وما يكون غير الخير. دابا بغيت خواطركم تكون صافيه وعقولكم ما يكون فيه حتى شي شك، واجيو نناقشوا جميع تساؤلاتكم. نبداو بالسؤال الذي يتكرر، باللي واللي تيقول باللي هذا اللقاح الصيني خطير جدا وغادي يصيبنا شلل وغادي يوقع علينا موقع في البرازيل. الله يخليكم تبقاو تاكدوا مزيان قبل ما تحكموا. الصين ما فيهاش غير لقاح واحد، وكنظن انه تخلطات عليكم الاسماء، سينوفاك مع سينوفارم. سينوفاك وسينوفارم هما بزوج لقاحات كل واحد مختلف على الاخر، ولكن دابا ركزوا معايا مزيان. لقاح البرازيل اللي وقع فيه هذاك المشكل اللي دار بوم في العالم ومن بعد تبين انه ماشي مشكل، انا نشرح لكم علاش. اللقاح ديال البرازيل سميتو سينوفاك، تم توقيفه لصرامة الضوابط العلمية والقانونية، بمعنى كانوا
جاي يقولوا باللي هذا اللقاح يعني واحد يلا تتكون فيه سخانه ولا هذا هما الاثار الجانبيه ديالو. فاذا تبين لهم واحد السيد مات، نشرحها لكم بالتبسيط. هاد سينوفاك وقفوه لبضعه ساعات 24 ساعه ولا هذا باش داروا واحد التحقيقات ديالهم على الجثه ديال السيد اللي تبين من بعد باللي هاد السيد انتحر. هادشي تقدروا تاكدوا منه من الاعلام البرازيلي اللي اكد بانه السيد انتحر، ماشي مات بسبب اللقاح. المهم انتحر ولا مات بسببه هذا ما كيهمناش. عرفتوش علاش ما كيهمناش؟ لانه اصلا هذاك اللقاح اللي عندهم تما في البرازيل ماشي هو اللي عندنا حنا في المغرب. اللقاح اللي عندنا في المغرب حنا عقلوا سميتو سينوفارم، عندكم يتخلط لكم مع سينوفاك. سينوفاك هو ديال البرازيل. حنا خدينا نفس اللقاح اللي كاين عند الامارات وكاين عند البيرو وكاين عند الارجنتين والصين براسها كتستخدمه. ولكن علاش اختارينا هذا اللقاح الصيني بالضبط من دون اللقاحات الاخرى؟ بكل بساطه لانه هذا اللقاح هو اللي غادي يواتي المغرب كدوله من الناحيه اللوجستيكيه. ما غاديش نكثر عليكم بالمصطلحات اللي كيفاش كنقول بالفرنسي لي تيرم تكنيك، يعني المصطلحات اللي هي علميه بزاف. انا غنشرحها لكم بالتبسيط. دابا ركزوا معايا مزيان عافاكم. ها حنا جبنا اللقاح، ايوا فين غادي نحطوه؟ خاصنا نحطوه في شي ثلاجات. ايوا وكيفاش دايره درجه الحراره ديال هاد الثلاجات؟ ياك غير دواء عادي وكيقولوا لي احذروا ديما حطوه في واحد درجه حراره معينه حار على اللقاح. فهمتوا؟ دابا لوجيستيكيا خاص المغرب يكون موجد اصلا. احنا جبنا هذا اللقاح، ايوا فين نجيبوه؟ كيفاش غادي يتم نقلوه من تما لعندنا وفين غنحطوه؟ المهم راه كاينين لقاحات اخرين بزاف كان بامكاننا ناخذوهم، ولكن خطوره اللقاح باش غادي يخسر راه بحال شي بيضه هويتيها وبدات اخترات لك، كتكون قائمه بواحد الخطوره كبيره بالنسبه للقاحات الاخرى. علاش في نظركم؟ حيت كيحتاجوا لثلاجات فيها درجه حراره ناقص 60 حتى ناقص 80 درجه مئويه، وحنا المغرب ما عندناش هذا النوع ديال الثلاجات. عيب علينا باش نجيبوا هذا النوع ديال الثلاجات. وتخيلوا شحال من ثلاجه غادا تخصنا. ايوا شوفوا شحال من جهه في المغرب وشوفوا كيفاش غادي نديروا شحال من مدينه وشحال هذا. اذا بحال الا جبتي داك اللقاح غادي تجيبو وغادي يخسر هنايا بحال كبيتي الماء في الرمله. فهمتوا دابا علاش اختار المغرب بالضبط هذا اللقاح الصيني؟ اختاروا، وها هي المعلومه اللي مهمه واساسيه مرتبطه بهذا اللقاح الصيني، هي انه هذا اللقاح الصيني كيحتاج فقط لثلاجه فيها درجه حراره مئويه كتوصل من 0 حتى ل 8 ديال الدرجات. اذا ما كاينش الخطر نهائيا ولو بنسبه يعني جزء من 100 انه غادي يخسر. وهذا التلقيح هذا الشيء علاش اختاروا المغرب من دون اللقاحات الاخرى. اوكي، يعني ماشي غير جاو اختاروا. وعاد قبل من تتم الموافقه على هذا اللقاح هذا راه كانت واحد مجموعه ديال التجارب، والتجارب راه ما كانتش على الانسان مباشره. راه شدوا هذا اللقاح وجربوه في مجموعه من الخلايا، ومن بعد جربوه في مجموعه من الحيوانات، ومن بعد تمت تجربته على عدد يعني كبير من الناس. من بعد فاش دقات لهم الابره ديال هذا اللقاح هذا، هاد الناس هادو اللي بالالاف تبين فيما بعد انهم ما وقع لهم حتى حاجه. شنو وقع؟ فقط شنو؟ بعض الاعراض الجانبيه. البلاصه فين دقوا الشوكه بدات كتضرهم، كاين اللي طلعت له السخانه، وكاين اللي جاتو الام في الراس. الخبراء والاطباء كيقولوا باللي هذا الشيء عادي جدا،
وانه ما كاينش الخوف نهائيا من هذا اللقاح الصيني. اذا دابا تفهمنا هذا اللقاح الصيني علاش كاين في المغرب من دون اللقاحات الاخرى، حيت عندنا لوجيستيكيا ثلاجات فين غادا نخزنوه عندنا، وهذا وغادي نكونوا كنكذبوا على راسنا الا اختارينا لقاحات اخرى. ماشي غير كنكذبوا كنضحكوا وكنخاطروا بالشعب باكمله الا جبنا لقاحات اخرى من نوع اخر وما عندناش الثلاجات ديالهم. بحال شي واحد ناوي يتزوج وهو اصلا عايش في الزنقه، فين غادي يسكن ديك المراه؟ فين غادي يعيشها؟ وهي هادي بحال اللقاح يا اما ملي غادي تجيبوه خاصك تكون قاد بالشغال ديالو. حنا في المغرب قادين بالشغال اللقاح الصيني، عندنا ثلاجات فيهم من 0 ل8، ما عندنا شي ثلاجات ناقص 60 حتى ناقص 80 درجه. دونك دابا ها حنا تفاهمنا على هذا الشيء كامل، غادي تبقى سلسله اجزاء اخرى غادي نتلاقاو ان شاء الله ليله اليوم ان كان في العمر بقيه، اليوم السبت ان شاء الله، اليوم في الليل غادي نستمر معكم في أجزاء أخرى فيها تفاصيل حصرية وتفاصيل خاصة جدا استقيتها من مصادر قريبة من هذا الحدث هذا. غادي نشرح لكم بالتفصيل وكذلك يعني بالتبسيط باش إن شاء الله تتم حملة التلقيح في أمان. وإن شاء الله نطلب منكم أنكم تصفيوا النية وتوكلوا على الله. إلى اللقاء وتصبحوا على ألف خير. تحياتي أكيد بوشردو. إلى اللقاء. نجيو دابا نتكلموا على كيفاش ستتم عملية التلقيح. قبل ما نبداو في هذا الموضوع هذا نبغي نأكد أنه المغرب معتمد أساسا بالدرجة الأولى على اللقاح الصيني في عملية التلقيح هذه، ولكن راه عنده لقاح آخر غادي يستعن به حتى هو في حملة التلقيح، ولكن هذا اللقاح الآخر ماشي صيني. الأهم هو أنه هذا الصيني هذا هو اللي معتمد عليه بالدرجة الأولى، لأنه عنده وسائل اللوجستيكية الثلاجات وما جاورها كيف ما شرحت لكم في السابق. اللقاح فيه 2 ديال الجرعات، بمعنى غادي تدقوا الشوكة الأولى مثلا اليوم، من بعد 21 يوم عاد غادي تمشيو تدقوا الشوكة الثانية ديال اللقاح. هادشي بالنسبه للقاح الصيني. بالنسبه للقاح الاخر اللي غادي تستعن به المملكه المغربيه غادي تحتاجوا ل 28 يوم ماشي 21 يوم بعد ما تدقوا الشوكه الاولى ديال هذا اللقاح الاخر اللي من غير اللقاح الصيني. وكنذكر انه المملكه المغربيه كتعتمد في الاساس على اللقاح الصيني بدرجه كبيره، ولكن غادي تستعن كذلك بلقاح اخر. اذا دقيتوا الشوكه الاولى اتونسيون وما خديتوش الاحتياطات الاحترازيه ديالكم راه تقدر تجيكم كورونا. وحتى كاع اذا دقيتوا الشوكه الثانيه ديال هذا اللقاح ديروا كذلك اتونسيون، حيت المناعه ديالكم من هذا الوباء وحسب مصادر عليمه حصريا ما غاديش تكتسب حتى تدوز ما بين 14 يوم حتى ل 28 يوم من بعد ما تدقوا الشوكه الثانيه. اذا ديما كمامتكم، ديما المعقم، ديما مسافه الامان، ديما هادشي يكون في بالكم، لانه ماشي خديتوا الجرعات ولقحتوا صافي راكم بامكانكم تخرجوا بلا كمامه ولا هذا. دونك تدوز 14 يوم حتى 28 يوم من بعد الجرعه الثانيه. اذا القضيه فيها تقريبا شي شهرين من بعد ما تدقوا الشوكه الاولى. اوكي، يعني ما بين الشوكه الاولى والشوكه الثانيه كاين 21 يوم بالنسبه للقاح الصيني، تفهمنا، وكاين بالنسبه للقاح الاخر 28 يوم. اوكي، وزيد عليها واحد ما بين 14 زيدوا حتى 28 يوم. اذا عندكم 2 موا من بعد ما تدقوا هاد الشوكات كاملين عاد بامكانكم تقاوموا الوباء. شنو خاصنا نديرو؟ خصنا دائما نردوا بالنا وديما نكونوا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه باش الامور ان شاء الله تدوز بخير والسلام. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على مده صلاحيه اللقاح حسب مصدر رفيع المستوى، مصدر صحي طبعا، فان مده الصلاحيه هي 2 عامين. هاد غيخسر هاد اللقاح اكيد اذا توفرت ليه الشروط، الثلاجات ديالو كيف ما شرحت لكم في السابق.
بالنسبه للناس اللي كيسولوا على هذا، مثلا انا دقيت الشوكه ديال كورونا، امتى الفعاليه ديالتها غادي تحيد؟ يعني امتى هذا التلقيح ما غاديش يبقى ليا في لو كور ديالي؟ حتى واحد ما عارف الجواب، نكذب عليكم انا ولا اي واحد، الحدود ساعه حتى واحد ما عارف الجواب.